السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في منصة دوت مير. سؤال كتير بيتسأل لكل الطلبة اللي اتخرجوا أو خلصوا المعهد الفني للتمريض: يا ترى أستلم تكليفي ولا أكمل كلية تمريض؟ السؤال ده بيحيركوا جدا، وخصوصا لو انت جايب مجموع الكلية. في حلقة النهاردة أنا هبتدي أساعدك تاخد القرار الأنسب ليك وحط عليها مليون خط. يعني إيه الأنسب ليا؟ يعني في حد الأنسب ليه إن هو خلاص أنا خلصت المعهد وهتكلم، وفي حد الأنسب ليه اللي هو لأ لازم يدخل كلية، وده بناء على رغبتك أنت وأنت عايز إيه وإيه هدفك في الحياة. فأنا مجرد بس هساعدك إزاي تاخد قرارك الصح، والتشتت اللي في دماغك ده أنا قلقان وخايف، لا هبتدي أقولك إيه، يعني أساعدك تاخد قرارك، لكن أنت أكتر حد عارف إيه هو القرار الأنسب ليك. يلا نشوف مع بعض. أول حاجة، لو أنت كملت كلية فأنت مؤهل عالي، بكالوريوس تمريض يعني أخصائي تمريض. هيفرق في إيه؟ لا طبعا في وجه مقارنة كبير ما بين دبلوم التمريض وبكالوريوس تمريض، في فرق كبير ما بينهم. وبناء على هذا البند انت بتتعين على الدرجة الثالثة بمرتب اكبر من الخريج المعهد الفني للتمريض. المعهد الفني للتمريض بيتعين على الدرجة الرابعة، فمرتبك بيبقى اكبر من المرتب بتاعه، والدرجة بتاعتك الوظيفية انت بتبقى على الدرجة الثالثة لكن هو بيبقى على الدرجة الرابعة. تالت حاجة، الدراسات العليا. خريج المعهد الفني للتمريض مش متاح ليه يكمل دراسات عليا، اللي متاح ليه يكمل دراسات عليا ماجستير ودكتوراه هو خريج كلية. فلو انت حد كان شغفك ان انا عايز اعمل ماجستير ودكتوراه فلازم تدخل كلية لو هو ده هدفك. 4، مجالات كتيرة لخريج الكلية. أنا عاملة حلقة عن تعدد مجالات خريجي كلية التمريض عشان ما نضيعش الوقت، ولكن تعدد المجالات دي متاحة أكتر لخريجي الكلية عن خريجي المعهد. يعني في حاجات متاحة إن إحنا دايما رابطين المعهد والكلية أنا هشتغل في المستشفى، لا في مجالات كتيرة ولكن متاحة أكتر لخريجي الكلية عن خريجي المعهد. السفر للخارج أكتر طبعا لخريجي الكلية، يعني لو اتنين، واحد بكالوريوس وواحد دبلوم فني تمريض وده معلوماته اكتر، فهياخدوا طبعا خريج كلية ايه؟ خريج كلية تمريض. اقعد مع نفسك كده بالورقة والقلم واكتب الحاجات اللي انا قلت عليها دي، وشوف انت هدفك ايه. يعني هل انا لما اتخرج بعد المعهد واتكلف في المستشفى كده انا هبقى مبسوط؟ خلاص. لكن لو انت حد لا انا طموحي عالي وعندي لسه حاجات كتيرة، طموح كتير في دماغي، لا توكل على الله وادخل كلية. طب انا خايف التكليف يتلغي، انا عاملة حلقة عن الموضوع ده، فما تحطوش موضوع التكليف ده في دماغكم. يعني لو هو ده العائق بالنسبة لكم ما تحطوش في دماغكم، لان كده كده في عجز في التمريض. فحتة التكليف ده انا اتكلمت عنه برضه عشان ما اضيعش الوقت في الحلقة بتاعت النهاردة، هسيبها لكم في رابط الوصف شوفوها، ما تقلقوش منه، ما تحطوهوش في دماغكم موضوع الغاء التكليف. فشوف كده مع نفسك انت ايه من الاتنين دول. انا مكتفي ان انا خلص المعهد واشتغل، ولا انا حد عندي طموحات كتيره، او ان انا مش حابب شغل المستشفى، انا عايزه ادخل في مجالات تانية. المجالات التانية دي متاحه اكتر لخريج الكليه عن خريج المعهد. ربنا ييسر لكم امركم يا رب. انا عارفه ان حته التشتت ما بين قرارين ده بيبقى احساس صعب. ربنا ييسر لكم امركم وييسر لكم ما هو خير لكم ان شاء الله.